الكيكة اللي حيّرت ناس كتير جدًا يعني والأقاويل فيها كانت كتير. تعالوا بقى النهارده أمّا نشوف هي معمولة بإيه، بس في الأول كده نسمّي الله ونصلّي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بُصّي على الجمال الحلو ده كده وتعالي بقى وأنا لِك أنا عملته بإيه. في البداية زي ما اتفقنا كده نسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي استخدمته بقى يا ست الكل للكيكة دي هو التوست، يعني لا بسكوت ولا كنافة ولا هوهوز ولا كيكة ولا الكلام ده خالص. عيش توست. هتجيبي كده العيش التوست بتاعك وهرص كده طبقتين من التوست عندي في الصينية، وهاملة كل الفراغات اللي باينة دي. هعملها زي طبقة الكيكة كده بالظبط. ايه رأيكم؟ متهيألي حاجة محدش يتوقعها. ومعايا كده كوباية من الحليب الدافي عليها معلقة صغيرة من العسل الأبيض، ممكن تستبدليها بمعلقة من السكر. ونزلت بطبقة من التوست وسقسقته كده بالحليب، وبعد كده نزلت كمان بطبقة من التوست وبرضه هسقسقه بالحليب اللي عندي. حابة تعملي طبقة واحدة تمام، بس الطبقتين كانوا حلوين جدا. وزي ما اتفقنا معاكي كوباية من الحليب الدافي عليها معلقة كده من العسل الأبيض أو معلقة من السكر، وهنسقسق بيها التوست بتاعي. وهركنه على جنب كده لحد ما التوست يتشرب الحليب، علشان تبقى الكيكة دايبة كده وحلوة زي ما شفتوا في أول الفيديو. ونيجي بقى للطبقة التانية. تاني طبقة معانا هتبقى طبقة الكريمة بتاعتنا. معايا كوباية من الكريم شانتيه عليها كوباية من المية المتلجة، ممكن تستبدليها بكوباية من الحليب المتلج. وهضرب بقى الكريمة بتاعتي دي لحد ما القوام بتاعي يتقل ويتماسك ويبقى معايا بالشكل ده كده. وبكده بقى معايا الطبقة التانية. هجيب بقى الصينية بتاعتي، طبقة التوست شربت الحليب كلها وبقت تحفة. هنزل بطبقة الكريمة بتاعتي عليها وهحاول على قد ما اقدر كده ان انا اسويها. احنا خلينا متفقين ان انا ماليش في الحلويات اصلا، بس هي كانت مطلوبة مني اني انا اعملها. هاسوي بقى الطبقة الحلوة دي كده، الولاد بصراحة كانوا طالبينها فما رضيتش ازعلهم. فهاسوي طبقة الكريمة بتاعتي بالشكل ده كده على قد ما اقدر، وبعد كده بقى نركنها على جنب او هتدخليها التلاجة كده من 10 دقايق لربع ساعة. الطبقة الأخيرة عندي وهي طبقة الكراميل. طبعا احنا عملنا مع بعض قبل كده الكراميل كتير. ده كراميل بيتي هنزل بيها كده. وخدت كده معلقتين من الكريمة اللي انا عملتها، خففتها بشوية من المية او شوية من الحليب، وهعمل خطوط في على الوش كده في الطبقة الأخيرة بتاعتي. وبخلة السنان بقى أو خلة أو عصاية الشيش طاووق، وهعمل إيه الزجزاج الرايح الجاي، الشكل المتعارف عليه يعني للكيكاية دي. وهدخلها التلاجة كمان حوالي 10 دقايق. تخرج معاكي بقى أسرع وأحلى كيكة أو أسرع وأحلى حاجة حلوة ممكن تعمليها. بشوية من التوست ممكن تستبدلها طبعا ببسكوت، ممكن تستبدلها بأي كيكة موجودة عندك. والولاد مش عايزين ياكلوها، برضه هتمشي معاكي وهتنجح. بس هم الولاد كانوا طالبين حاجة حلوة، وكل اللي لقيته عندي في التلاجة هو العيش التوست بصراحة. فقلت ايه ما نخترع بيها الاختراع ده، بس بصراحة كانت تحفة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، حاجة جميلة جدا. ولو حتى جالك ضيوف وما عندكيش حاجة، ممكن كده على ما تقعدوا تتكلموا شوية تكوني عملتيها. طبعا اول قطعة دي بتبقى ضحية في اي صينية حلويات، لكن بجد الطعم والشكل تحفة. مستنيكم بقى تجربوها وتكتبوا رأيكم في الكومنتات. وقبل اي حاجة طبعا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ولايك وشير وكومنت حلو زي كده يا قمر لو الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم.